من أحلى وألذ وأخف الأكلات الفراخ المحشية خضار. الخضار نفسه طعمه مختلف خالص عن أي طريقة تانية ممكن تعملوها، شارب من طعم الفراخ والتتبيلة ومستوي حلو جدا، والفرخة كمان شايفين مستوية ومتحمرة ازاي. كل ده في خطوة واحدة في الكيس الحراري. كيس الحراري ده اختراع. شايفين شكل الخضار فيه عامل ازاي، والفرخة اتحمرت واستوت وكل حاجة في خطوة واحدة. يلا تابعوني لاخر الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نشوف اكلتنا الحلوة دي اتعملت ازاي. اول خطوة هتبل الفرخة واسيبها ساعتين على جنب، ممكن كمان تبلها قبلها بيوم. كل ما بتقعد في التتبيلة كل ما بتكون احلى. هتأكد كويس قوي ان الفرخة اتنشفت كويس، ده طبعا بعد غسيلها مرت بكل مراحل الغسيل اللي انا قلتلكوا عليها قبل كده. وعندي كمان بصلاية وطماطماية وقرن فلفل وجزراية وليمونة. هعمل كل دول في الكبة وارجع لكم على طول. وهضيف عليه فلفل اسود حب 2 بس، واحط كمان 3 فصوص حبهان افرمهم معاه، بيفرق قوي في طعمها وبيديلها ريحة حلوة قوي. كده خلاص كل الخلطة بتاعتي اتفرمت. هحطها في طبق وابدأ احط عليها البهارات بتاعتي. نص معلقة سكر، بصل بودر، توم بودر، فلفل اسود، وهحط معلقة كبيرة بهارات فراخ، شوية بابريكا صغيرين، وملح. هحط كمان شوية صويا صوص معلقة كبيرة، وهعصر الليمونة اللي قلتلكوا عليها. وبالشكل كده تبقى معايا احلى تتبيلة للفراخ المحشية. ممكن كمان نستخدم نفس الطريقة دي في الفراخ المشوية، يعني ممكن نحطها كده من غير خضار ومن غير رز ومن غير اي حاجة خالص، تبقى حلوة جدا، تبقى خلطة حلوة قوي برضو للشوي. هتبل الفرخة واركنها ساعتين في التلاجة. بصوا بقى، الفراخ هي مخلية، الجلد فاصل عن اللحم. بتبل كل حتة فيها من جوه وبين الجلد ومن بره ومن كل حتة. التتبيلة دي الكمية دي هي الفرخة واحدة حلوة قوي. لو هنعمل فرختين نحط الكمية دي نضربها في 2، يعني طماطمتين، قرنين فلفل، بصلتين، جزرتين، كل حاجة في 2. واتبلها حلو قوي كده بالشكل ده عشان ناخد منها لون حلو كده لما تحمر، بتفرق جدا. وزي ما قلتلكوا كل ما بنسيبها في التتبيلة كل ما بتكون احسن. بالشكل ده كده خلاص هحطها في التلاجة شوية، وبعدين نكمل بقية الأكلة بتاعتنا. شايفين متبلة من كل حتة ازاي؟ وهنا خلاص عدى الساعتين. هبدأ بقى أجهز الخضار بتاعي. أي خضار انتوا عايزين ممكن تعملوه. أنا عاملة هنا بسلة وفاصوليا وجزر وبطاطس، وعندي طماطم مقطعة حتت صغيرة زي السلطة كده، وزبدة وبصلاية، ومعلقة توم صغيرة. في صينية على النار حطيت معلقة الزبدة وهشوح فيها البصلاية لحد بس ما تدبل شوية. انا مقطعة هنا البصلاية بطريقة كبيرة شوية، لو عايزين تقطعوها اصغر من كده مفيش مشكلة. وهحط بقى فص مستكة وحبهان، وهحط كمان ورقة لورا. كل ده لما بيتحمر ويطلع ريحة كده مع البصل بتبقى حلوة جدا. واحط معلقة التوم الصغيرة، ده توم انا مفرزاه في التلاجة، توم مفروم، حطيت منه معلقة. وشوحت كل الكلام ده كله مع بعض. ننزل بقى بالخضار الحلو بتاعنا ده ونديله تشويحة كده حلوة، بتفرق جدا احسن ما نحطه ني. هقلب الخضار مع بعضه، انا مش بسويه، انا بس بديله تشويحة بسيطة.
هنبهر الخضار بتاعنا بس بحاجات بسيطة، لان احنا كده كده متبلين الفرخة ومبهرينها كويس جدا. حطيت رشة ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة، حاجات بسيطة جدا كده، يعني ربع معلقة من كل حاجة، ما نكترش لان احنا مبهرين الفرخة كويس جدا. وهقلب كله مع بعضه. ريحة الخضار مع الزبدة والبصل والثوم طالعة تحفة. هحط بقى الطماطم اللي انا مقطعة قطع صغيرة دي، ممكن نستبدلها بعصير طماطم فريش، مفيش اي مشكلة خالص، بس ايه، انا عايزة الطماطم كده بتدي طعم برضو وهي متقطعة صغيرة. وهنا عندي الكيس الحراري حطيت فيه معلقة دقيق وبعفره، او بفضل اقلب كده في الكيس لحد الكيس كله ما يبقى الدقيق اتملى فيه، وهفضيه. الخطوة دي مهمة جدا عشان الكيس ما يلزقش في الفرخة ويبوظ الشكل. كده انا عملت زي طبقة عازلة بين الكيس وبين الفرخة. هبدأ بقى احشي الفرخة من جوه، ممكن تحشوها من جوه الجلد كمان لو عايزين، انا بس مش عارفة احشي بالمعلقة فاحشي بايديا. ممكن بين الجلد كده زي كأننا بنحشيها رز بالظبط، من كل حتة بالشكل ده ومن جوه، ونرجع الجناح بتاعها لورا زي الحمام بالظبط. وكده الفرخة جاهزة معايا. هحطها في الكيس والخضار ده كله هحطها حواليها بالتتبيلة بقى بكل حاجة. من احلى واسهل الاكلات جدا. الخضار ده كله هحطه في الكيس معاها زي ما انتوا شايفين كده. بالشكل ده كده الفرخة جاهزة معايا بالخضار. هوزعه كويس كده حواليها، وهعمله بالرباط بتاعه، وهعمل فتحات في الكيس عشان الفرخة تخرج البخار بتاعها والمية زيادة منها. في نفس الصينية اللي احنا عملنا فيها الخضار وشوحناه هنحط فيها الكيس بالفرخة بالشكل ده، وندخلها الفرن لمدة من 1.5 ساعة لساعة وربع. وهضيف لها نص كوباية مية مغلية بالشكل ده، وما بحطلهاش مية تاني ولا بزودها اي مية تانية. هي كده كده الفرخة هتنزل ميتها مع الخضار في قلب الصينية. هحطها على الرف المتوسط درجة حرارة 200 ل 220، وبسيبها لمدة من 1.25 ساعة لساعة ونص. بعد 1.25 ساعة بفتح اول فرخة ما بلاقيها متحمرة، يعني هي كده استوت. وهنا خلاص طلعنا احلى فرخة محشية بالخضار. اكلة شهية جدا ولذيذة. شايفين لما هفتح الكيس هتشوفوا شكلها عامل ازاي. من الاكلات فعلا الحلوة اوي الخفيفة جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.